واليوم طلعوا لنا عمال يشتغلون السيراميك مصالح الحزام، وانا حايش اسوي لهم غدا. بس بيت عمتي ما شاء الله ما قصروا ودزونا غدا، تشريب مال كبه اللون الاحمر، والجدول الثاني يتم ببسمتي ما شاء الله سفول، وصفطة خبز وياها ايضا، وهاي الكبه المسلوقه وكامله. واكيد السفره ما تحلى الا بهاي السوالف. طوش مال البيت بس شنو طعمه الا فول على العالم. وهسه طلعت المواعين ورحت عم اغسلهن، عم اصبيهن اكل للعمال، وطلعت الطوس بس بعد معاناة يلا لقيتهم. وهسه بلشت قمت اصب الاكل بس تمشى ما لقيت، صدق كذب والله ايش قد دورت عليها ما لقيتها. طلعت الكبه المسلوقه قمت اوزع بيها على الطوس، خليت ابوي يجهز الطوشي وانا جهزت التشريب، جهزت التمن بس مو تمن ما شاء الله فول. وهسه بلشت قمت انزل بالاكل بالصياني. بعد ما كملت تجهيز الاكل هسه لازم اجهز مي بارد للعمال. خليت بالتمز ربع قالب ثلج وخليت مي عليه. ونقول لكم الف عافيه حبايب قلبي. وانا سويت لي معون صغير وخليت بيه كوبايه لين ما اشتهي. واكيد بعد الغداء لازم نسحق لنا قطي السبايت عاود شنو نقعد وزن صدق.